ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو مشتريات الاسبوع. اسفه ان هو منزلكوش امبارح، لاني انا اصلا منزلتش السوق امبارح لاني كنت بره مش في البيت، فاضطريت ان انا انزل السوق الاسبوع ده يوم الاحد. فالنهارده الحد ان شاء الله باذن الله هحاول ان الفيديو ده ينزل لكم على اخر النهار كده، عبال بس ما اظبطه كده واحمله، وان شاء الله ينزل لكم على طول. وتستفادوا من الاسعار ومن الحاجه اللي انا جبتها ان شاء الله باذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بس اهم حاجه تحطوا لايك، دعوه حلوه، وكمان كومنت جميل زي كده تحت في التعليقات. وهستنى رايك تحت في التعليقات، تقولي لي الاسعار عندك زي عندي ولا لا. بس غالبا كده بيبقى معظم الحاجه اسعارها عندي زي عندكم، انتوا بتقولي لي كده تحت في التعليقات. فيلا بينا كده نبدا في الفيديو علشان ما يبقاش طويل، ونشوف احنا نزلنا بكام وهل اتبقى في فلوس ولا لا. يلا بينا. مبدئيا كده انا نزلت ب 300 جنيه، زي نفس الاسبوع اللي فات بالظبط نزلت ب 300 جنيه. الحمد لله جبت حاجتي اللي انا كنت كاتباها في الورقه. خلاص. يعني ال 300 جنيه بصراحه، عشان ما بقاش يعني ايه بافور في الموضوع، ال 300 جنيه يا دوب بالظبط كفوني. طبعا في حاجات بقى بتكون زياده، بتختلف من اسره للتانيه. طبعا دي بقى بتحتاج مثلا مبلغ اكبر او كده. فانا نزلت بال 300 جنيه دول. طبعا كنت كاتبه ورقه بالحاجه اللي انا عايزاها والحاجه اللي انا محتاجاها، وكنت حاطه في دماغي حاجه كده معينه هقول لكم عليها وانا ماشيه في الفيديو. طيب مبدئيا كده اول حاجه كده جبتها البطاطس سالت في السوق كله لقيتها ب 14، فقلت بقى مش هتفرق من واحد للتاني طالما الاتنين يعني كله نفس السعر. فجبتها من الراجل اللي انا ببقى ضامنه البطاطس بتاعته بتكون تحمير. خلاص، فجبتها كده منه. انا بصراحه وزنت قلت له حط لي ب 20 جنيه. يعني انا كنت عامله ميزانيه للخضار طبعا 100 جنيه، بس انا قلت انا عايزه اجيب ب 20 جنيه بطاطس، ب 20 جنيه بصل، ب 20 جنيه طماطم. خلاص. لو يعني مثلا كيلو ازيد من يعني يعتبر كده، ده مش عارفه ده كده كيلو كام. المهم انا قلت له حط لي ب 20 جنيه بطاطس. خلاص. تاني حاجة معايا هي الطماطم. انا طبعا بجيب الاساسيات الاول قبل اي حاجة تانية، بحيث ان انا ابقى في الامان، يعني زي ما بيقولوا كده. الطماطم عندي برضو لقيتها في السوق كله ب10 جنيه، حاولت ان انا اخدها ب8 ومرضوش ابدا، بالرغم ان انا عندي حماتي ب8 جنيه. بس يلا الحمد لله. المهم ان انا لقيتها في السوق كله ب10 جنيه، فقلت خلاص مش هتفرق ده من التاني، كل البياعين كده سعرهم واحد، فروحت الاكتر واحد. الطماطم عنده حمرة وجامدة وحلوة، لان في ناس عندها الطماطم طرية ومش حلوة وب10 جنيه برضو. فانا قلت طب ايه ده يعني؟ لا طبعا انا هروح اكتر واحد عنده الطماطم حلوة. فجبتها ب10 جنيه، جبت 2 كيلو بال20 جنيه. يعني انا كنت حاطه ميزانيه 20 جنيه للحاجه، سواء طماطم سواء بصل سواء بطاطس. السعر ازيد من 20 جنيه هقوله لا حط لي ب20 جنيه. خلاص. جبت كمان البصل برضو ده تالت صنف اساسي بالنسبه لي. طبعا خلاص انتوا كلكم عارفين يعني، وكلكم اشطر مني. البصل انا لقيته ب20 جنيه، انا جبت كيلو واحد بس. حاولت انقي الصغير على وسط، ما نقيتش طبعا الكبير عشان الكبير بيوزن اكتر في الميزان ومش هيرمي معايا. يعني الكيلو هتلاقيه حوالي 5 بصلات كبار وخلاص، او 6. فانا لا، انا عايزاه يرمي معايا، بحيث ان انا ممكن واحده مثلا الصغيره دي استخدمها للشوربه، الوسط دي استخدمها للطبيخ، وهكذا. طبعا مش عارفه افرز خالص بصل، يعني انا خلاص حته التفريزات دي الواحد مبقاش عارف يفرزها زي زمان. بس ان شاء الله باذن الله عايزه اعمل نظام جديد من اول الشهر الجاي، ان انا باذن الله هتشوفوا بقى في تقسيم الميزانيه بتاعه الشهر الجديد ان شاء الله. خلاص. يبقى كده ب20 بطاطس، ب20 بصل، ب20 طماطم. عايزه اقول لكم كده 60 جنيه بس، يعني ايه بصل وبطاطس وطماطم، يعني ما جبتش اي حاجه تانية. بصوا بقى، البتنجان ده كان الكيلو منه ب10، فانا جبت نص كيلو بس ب5 جنيه. لاني انا مش في دماغي ان انا عايزه اعمل اكله محشي الاسبوع دوت، لا انا هعمل بتنجان مخلل. فجبت نص كيلو بس، لكن لو انا كنت هعمل محشي ممكن كنت اجيب كيلو، كيلو ونص. خلاص. فانت برضو بتحطي المنيو بتاعك وبتشوفي طلباتك وكده. فانا طبعا انا الحمد لله كنت عارفه انا هعمل ايه في خلال الاسبوع، فعشان كده انا ما كنتش محتاجه اكله محشي. جبت نص كيلو ب5. الليمون ده بقى جبته الربع كيلو ب3 جنيه. بس بعد ما جبته لقيت في ناس تانية بتبيع الكيلو ب10 مش ب12 زي ما انا جايبه كده. بس كان كله اخضر، يعني اخضر يعني اللي هو مش هيبقى فيه ميه، فانا بصراحه كنت عايزه يبقى فيه ميه شويه. فجبت ربع ب3 جنيه من الراجل اللي هو ابو 12 جنيه. جبت كمان الفلفل الرومي ده كان ب 16 جنيه. انا جبت ربع ب4.
جبته بقى شكلت رومي على حار. طبعا الربع كيلو يا دوب بيكفي، والحمد لله على كده. كمان كنت محتاجه ان انا اجيب حزمه جرجير، فجبتها الحزمه ب2 جنيه بس. بصوا لقيتها حلوه هي، يعني مش فاضيه قوي زي حزمه البقدونس والكزبره والحاجات دي، يعني الى حد ما كويسه. بالنسبه بقى للخيار فانا جبت نص كيلو برضو. النص كيلو بيكفيني يعني يا دوب الاسبوع. الخيار ده كان بكام؟ ب16 جنيه. جبت نص كيلو لا يا ربي، الخيار ده كان ب14 جنيه. جبت نص كيلو ب7 جنيه النص كيلو. فيا دوب جبت نص كيلو بس. انا بحبه الحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو لا كبير ولا صغير، بيبقى حجمه حلو، بيبقى طعمه حلو. خلاص. جبت كمان بقى ايه؟ الفلفل الاحمر ده انا بعشقه، بحب اعمله هريسه شطه، بحب بقى احطه على البتنجان المخلل، في خلطه السمك، اي حاجه بحط فيها التوم، اللي هي دقه التوم دي هو السمك والبتنجان. وانا بما اني انا بعمل بتنجان مخلل كتير فبحتاج الفلفل ده كتير. الفلفل ده لقيته بكام؟ لقيته ب 16 جنيه. انا جبت ربع. لا ثواني كده، لا بصوا انا جبت الربع ب4، يبقى كده الكيلو ب16. خلاص. فانا جبت ربع كيلو بس ما شاء الله. بصوا رمى معايا قد ايه، رمى معايا حبه محترمين يعني، لان هو حجمه صغير وخفيف. جبت كمان نص كيلو من الجزر ده كان الكيلو منه ب12، فجبت نص ب6 جنيه، لاني كنت جايبه الجزر والفلفل من واحد دفعت 10 جنيه. فالنص جزر ب6 جنيه، يعني الكيلو ب12. بس كله كده تحسوه كده كبير يعني تخين كده ومجعلظ، بس شغال يعني. تقريبا دي كده الخضار اللي انا كنت محتاجاه، والحمد لله جبته وتوفقت فيه. هنشوف دلوقتي كمان جبنا ايه. ما تنسيش بقى تحطي لايك لو انتي وصلتي لحد هنا، حطي لايك، ودعوه حلوه اهم من اللايك. ما تحطيش لايك، انا ما بيفرقش معايا، هو مجرد بس ان انا حفظت كلمه حطوا لايك دي بس، مش اكتر من كده. بصوا بقى بالنسبه للفاكهه، انا جبت صنفين من الفاكهه. جبت اول صنف الكمثرى، قلت بقى انا عايزه كده اغير واجيب صنف كده جديد الاسبوع دوت، فجبت الكمثرى. وقلت له هي دي كمثرى ثلاجه؟ قال لي دي كمثرى ثلاجه، لاني انا ما بحبش الكمثرى الناشفه، بحبها الطريه شويه. فالكمثرى دي كانت ب25 جنيه، انا جبت كيلو ب25 جنيه، وجبتها اللي هي تكون لونها على مدي على اورنج كده علشان تبقى فعلا طريه. كان نفسي كمان قوي في التفاح، فالتفاح لقيته ب30 جنيه، فطبعا انا حاطه ميزانيه 50 جنيه للفاكهه. فبصراحه قلت له حط لي ب25 جنيه بس تفاح، بحيث ان يبقى 25 جنيه تفاح وب25 جنيه كمثرى، يبقى كده ال50 جنيه. انا ما حبيتش اجيب الاسبوع دوت صنف حلويات، لاني انا بصراحه عندي كذا حاجه، فحبيت ان انا اجيب فاكهه الاسبوع ده بس. فانا كنت حاطه ميزانيه للفاكهه 50 جنيه. فبصوا ما شاء الله عملوا لي 6 وحدات حجمهم حلو، فدول كده ب25 جنيه. وكده الحمد لله صنفين فاكهه في الاسبوع فضل ونعمه، احسن من ما فيش خالص. عايزه اقول لكم بقى كمان ان انا عديت على بيم. كنت محتاجه كده كذا حاجه منه، فبصراحه قلت كده ايه اجيب الحاجات اللي ناقصاني. اول حاجه كده جبتها، جبت الاعشاب دي اللي هي الشاي الاخضر بالنعناع، اللي هي ماركه جرين وود، فيها 20 ظرف. دي انا بصراحه ما بقدرش استغنى عنها خالص. بتبقى طعمها كويس وفي نفس الوقت سعرها مقبول. دي كانت ب12 جنيه ونص. خلاص. جبت كمان كيس الملوخيه ده من جيفريكس، ده 400 جرام. عايزه اقول لكم هتقولوا لي يا منى الملوخيه ماليه السوق، انا عارفه، بس انا بكره هيكون في مشوار، فما هكون مستعجله بصراحه، ولا قادره بقى ان انا اقعد اخرط ولا ان انا اقعد انضف واقطف. فقلت اجيب دي كده سهل عليا الدنيا شويه. فدي كانت عامله 12 جنيه، هي 11 جنيه 75 قرش، يعني قولوا 12 جنيه. خلاص. حلوه برضو شغاله بصراحه، بتنفع في اوقات الزنقه، وبتسهل بقى عليكي بقى التنظيف، وانك تقعدي بقى تغسلي في الملوخيه وتقعدي تقطفي وتقعدي تعملي. بس طبعا التاني بيبقى طعمها احلى، بس دي انا بجيبها في وقت كده ايه الزنقات. جبت كمان جبنه ابو الولد اللي هي ال8 مثلثات، لاني كنت محتاجه جبنه مثلثات، ودي بصراحه يعتبر يعني ارخص الوحشين واحلى طعم برضو، يعني قصدي دي احلى يعني، المهم ان دي طعمها احلى. خلاص. دي كانت عامله كام؟ كانت عامله 18 جنيه. بصوا بقى انا الرز اللي عندي كان قرب يخلص، فكنت محتاجه كيلو من الرز، فانا كنت بفكر اجيبه من اللي عند العلاف ولا من الجاهز ده. بصراحه انا ما برتاحش للرز اللي عند العلاف، بالرغم ان انا الشهر اللي انا فيه دوت كنت جايبه اغلى نوع رز كان ب 22 جنيه،
بس بصراحه ما عجبنيش، يعني في الاكل ما عجبنيش وما بيرميش. فقلت لا انا هجيب كده اشوف من بيم ارخص نوع ويكون نوع انا عارفاه ومجرباه. فلقيت نوع البريمو ده كيلو، كمان مكتوب ان هو عادي لو ما غسلتهوش، وانا بصراحه بحب قوي الانواع اللي انا ما بغسلهاش دي. ده كان عامل كام 25 جنيه، يعتبر سعره بالنسبه لي كده تحفه. بصوا بقى كمان جبت ب5 جنيه من النشا ده من عند العلاف عادي، وجبت ب5 جنيه من ذرة الفشار. برضو انا بصراحه معرفش الكيلو بكام، بس انا بقول له حط لي ب5 جنيه على قد الميزانيه اللي انا نازله بيها وعلى قد الحاجه اللي انا حاطه لها الفلوس بتاعتها. وجبت كمان ب5 جنيه عدس بجبه. دول يا دوب على قد اكله كشري، ودي اللي انا هعملها النهارده وجبه الكشري. انا اسفه بقى على الاصوات اللي عماله تعدي في الشارع ديت، انا عايزه الحق اصور الفيديو ومنتجه عشان خاطر الحق انزله لكم، والناس مش سايباني في حالي، ما علينا. فجبت ب5 جنيه من كل حاجة، عدس بجبة فشار نشا. جبت كمان كيس الفشار ده بطعم الجبنة ده ب3 جنيه. عايزة اقول لكم ده كانت تكملة فلوس، لان انا جبت من عنده البيت، فقلت له طب خلاص ايه هاخد ده كمان ايه ب2.5 بدل 3، فبصراحة وافق لاني كنت جايبة من عنده ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. بصوا كمان نسيت اوريكم الكريب ده، انا جبته بجيبه كده لما بجيبه بحب كده اعمله وجبة عشاء كده خفيفة وبتكون حلوة وسريعة قوي. احنا بنحب قوي الكريب بالليل، بس طبعا مش كل يوم يعني. فانا بقول له وزن لي 4 يعني بيعملوا 10 جنيه، فانا بجيب 4 ب4 بحيث ان يكون طازه محطوش في الفريزر عشان ما يفرولش معايا. وبما اني ان انا جبت كريب فلازم اجيب سوسيس، فانا بصراحه ما بعملهوش غير بالسوسيس لاني جربت كذا طعم، واحلى نوع احلى طعم في الكريب هو السوسيس. فانا جبته من عند بتاع المجمدات، قلت له حط لي ب20 جنيه بس، يا دوب على قد مع بصل مع طماطم مع فلفل. الكميه بتكون كويسه، وبحشي بيها ال4 كريبات مع كاتشب ومايونيز وجبنه رومي مبشوره اللي انا ببقى حطاها في الفريزر دايما عندي دي، وبيبقى احلى عشوه بصراحه، بتبقى تحفه جدا. بصوا بقى البيض زي ما قلت لكم جبته من عند العلاف، البيضه ب4 جنيه الا ربع، فانا جبت 10 بيضات ب37 جنيه ونص. يعني يا دوب ال10 بيضات يا دوب بيكفوني بالظبط. يعني لو كده ممكن احتاج مثلا اجيب 3 بيضات 5 بيضات اخر الاسبوع وهكذا. كمان بقى انا طبعا في حاجه نسيت اقول لكم عليها اول الفيديو، ان انا كنت مصممه النهارده ان انا مرجعش بولا مليم. طب يا منى عملتي ايه؟ بصوا بقى انا كنت راجعه ب6 جنيه ونص، قلت لا انا هروح اجيب كيلو صابون سايب ب5 جنيه من عند الراجل اللي انا بتعامل معاه. بصراحه من ساعه ما جبت من عنده الصابون وانا ارتحت جدا للصابون السايب، جربت كذا واحد ما عجبنيش، ده اكتر واحد عجبني، وفعلا ما بقتش اجيب الصابون الشركات ده خلاص. فجبت كيلو ب5 وكان معايا جنيه ونص، قلت له ينفع تحط لي بيهم زهره؟ قال لي طبعا ينفع، فحط لي بجنيه ونص زهره. وقلت والله ما انا راجعه بالجنيه ونص، اصل هرجع بيهم هعمل ايه؟ هيتحطوا في علبه الفضه ولا هعمل بيهم حاجه وخلاص. لكن لما جبت زهره انا كده استفدت بيها اكتر. ده كان فيديو النهارده، ودي كده كلفتني المشتريات دي كده كلها 300 جنيه مقفوله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك او الدعوه الحلوه. مع السلامه.